يساعدونا في نقل الأحداث الجميلة من الشوط الثاني في مباراة الوحدة والخليج. الوحدة بالشعار الأحمر والأبيض والخليج بالأصفر والأخضر، وبالتالي انتهى الشوط الأول بتقدم الخليج. أيضا حقيقة يعني نذكر السادة بأن هناك مباريات، هناك في جدة الأهلي والنور، هناك في الأحساء العدالة والقادسية. إذا على بركة الله يبدأ الشوط الثاني. كرة خلجاوية. إذا سلسلة اللعب فراد إلى نسيم الشويخات، تيجي أمامكم أيها السادة المشاهدين متابعينا الكرام يا من تجلسون خلف الشاشات لمتابعة الأحداث الجميلة. جاسم لعبها لفراد وخطأ لمصلحة فراد. تلعب هذا حسين المحسن اللي لعبها جاسم، لأن اللعب يسمح بمحترف واحد فقط في أرضية الملعب. إذا سلسلة اللعب. كرة للخليج، حسين المحسن لعبها لفراد إلى محمد إلى المسكين. وين حلوة منك يا نواف يا المطيري. شوف يا ليت المخرج يعطينا وياها. شوف المسكين لما أراد يلعبها ولكن يقظة الحارس المتألق المطيري موجود. كرة للوحدة، ترك البيض، عبد الرحمن مولد إلى هزازي إلى وليد. هذا اللاعب الآن أيضا رقم 13 مروان المولد إلى تركي. الخبرة أيامك يا تركي والمولد. يا سلام يا أحمد يا عباس ابن الوز عوام. تلعب الكرة محمد المسكين باشا وافراد. افراد لعبها يا الله وين يحاول يلعبها ارضيه، ولكن هذا اللاعب حسن المبارك الصغير الشاب لعبها وين في الارضيه، وبالتالي خارج الملعب لمصلحه الوحده. لما نتكلم عن نجوم الوحده هناك ادهم خيمي وايضا زكريا غلام وعبد الله بوقري وعبد الرحمن الابو وممدوح مريحاني، يعني نجوم لعبوا في الوحده، وبالتالي هم الان يشاهدون يتابعون. كرة شوف التقدم الدفاع 5-1 من حسن المبارك على تركي الى وليد. يا سلام يا سلام، ولكن الكرة لخارج الملعب. تألق الحارس احمد عباس. لما نتحدث هنا مسكين اوه مرتين على التوالي ينجح المطيري في الصد لهذا اللاعب محمد المسكين. تشجيع جميل من المدرب محمود السيد، وايضا هناك الاداري عبد الله مسعود ومحمد احمد. لما نتحدث عن النور نقول النور هو بطل الدوري وبطل كاس الامير سلطان وينتظر النخبه. حقيقه لديهم رئيس مميز الاستاذ حسين العبكري رجل الاعمال اللي تحدى واللي هو الان يتابع وايضا يراقب الفريق، وبالتالي ايضا هناك رؤساء من نجحوا مع اللاعبين مع الفرق مع الالعاب في جميع الانديه. حقيقه نبارك لجميع الرؤساء الحاصلين على البطولات في جميع مختلف الالعاب، ولكن لما فاز بالجائزه التميز الاستاذ حسين العبكري، وبالتالي هو الان ثقه كبيره من صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن مساعد اللي دائما يرى ويعطي ويشجع الرجال. اذا هدف ياتي للوحده، هدف ياتي للوحده والتعادل. اذا الكره شوف الاعاده من عبد الرحمن المولد. عبد الرحمن المولد تلعب الكره للخليج. خطأ لمصلحة الخليج. إذا سلة نسيم شويخات إلى نجيب محمد عباس. خطأ لمصلحة نجيب. طالبون بالله بالسلبي وسلسلة اللعب إلى فراد. اوه الكرة لخارج الملعب لمصلحة الخليج. تألق 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 اللاعب الحارس نواف المطيري. كرة من الحد الجانبي للملعب لمصلحة
الخليج. افراد تسديده، يا سلام على هذا اللاعب المحترف التونسي يسجل. شوف هذه الاعاده للهدف الجميل. لما تلعب باسلوب واريحيه وانت في راحه البال وبعيد عن الضغوطات راح تلعب. تركي البيض، عبد الرحمن، تركي عبد الرحمن، الله على اللقطه الجميله، على التمريره الجميله وانتو، وبالتالي يسجلون، يعودون للتعادل. وهنا اللقطه والاعاده لمصلحه الوحده. اذا تلعب الكره سلسله، حسين المحسن، فاد، شوف الموف، شوف التمرير ولعبها، الله ضاعت، راحت على هذا اللاعب اللي نزل في كلاعب دائره، اللاعب صادق السبع. نجوم شباب في نادي الخليج وشباب في نادي الوحده، والمباراه جميله والتعادل جميل. تركي تقدم الدفاع، سلسله اللعب. لما نتحدث عن بطولات الأوروبية، عن بطولة ريو جانيرو، عن بطولة الأولمبية، عن البطولات العربية، يعني نشاهد هناك نجوم على مستوى راقي. وأيضا هنا لدينا في مملكتنا الحبيبة نجوم في كل الألعاب. يلعبها للجناح لابن المسكين، تلعب إلى محمد هاني، محمد هاني، حسين المحسن إلى أفراد، نزول لاعب صادق السبع من المدرب، وايضا شكرا للاداري سامي فضل حقيقه اللي متواجد مع الله يا هدف يا شفي من شاشه هو الباشا الجميل محمد هاني يسجل هدف 17. تعال هنا في مكه في صاله الشرايع وانتعش مع الاجواء الجميله هنا في ارضيه الملعب. هذا السباح للاعاده، شوف للمخترق للمفكر للمبدع محمد هاني الباشا. ترك البيض، وليد الى عبد الرحمن، يا سلام يا احمد يا عباس، هذا ايضا من الوز عوام، ابداع جميل من الحراس الشباب. نظره الاتحاد السعودي لكره اليد باعطاء الاولويه للاعبين الشباب، وايضا هنا يا سلام، ولكن هنا اللاعب دايس على الخط. كرة وحداوية لمصلحة الوحدة، خطأ، وأيضا هناك مخالفة لمصلحة الخليج. حسين أفراد، هنا تقدم والفاست بريك، الله هدف جميل، يتقدم الخليج بفارق الهدفين. مباراة جميلة، الخليج يتقدم 18 مقابل 16 رغم الغيابات في الفريقين، إلا أن هناك ترك البيض، وليد جوهر، هزازي، هو في الخليج محمد هاني وفراد وحسين المحسن والسلاطنة، يعني نجوم على مستوى راقي، رغم أن هناك أيضا لاعبين لعبوا في الخليج حقيقة، يعني نجوم، والخليج ولاث للنجوم. إذا تقدم الدفاع 5-1 إلى عبد المجيد شريف، سلسلة، والإعلام يسطر، والإعلام يكتب، والإعلام يدون. شكرا للإعلاميين في مملكتنا الحبيبة اللي دائما خلف الأندية، خلف اللاعبين، أعطاهم حقوقهم في الإعلام. تحية كبيرة للإعلام. إذا تلعب الكرة هنا هدف، الله يا عبد الرحمن، عبد الرحمن موجود يسجل يقلل الفارق. تلعب الكرة، شوف هذه الإعادة للهدف الجميل، ولا أحلى ولا أروع ولا أجمل منك يا عبد الرحمن يا المولد. لاعب الوحداوي يسجل، يعطي هدف أيضا، يا سلام، ما كملنا وبالتالي يأتي. وشوف الابتسامة الحكم، والله هذه الروح المطلوبة في أرضية الملعب. الحكم يكون هذه الاعصاب، شوف الابتسامه، هذه الاعاده، شوف لعبها شويخات، يقول له لغيت علي يا حكم هدف، لكن الهدف الثاني ما راح تلغيه. وابتسامه، تبادل الابتسامات، وايضا هدوء الاعصاب، لها رونق غير. اذا تلعب الوحده، اللاعب رقم 13 مروان المولد، هذا اللاعب رقم 5 احمد الزهراني، يلعب ترك البيض،
تركي ولاعبين صغار، ما عدا تركي هو اكبر لاعب في العمر. تلعب الكره عبد الرحمن، عبد المجيد، تركي لمن الزهراني، وبالتالي هنا شوف لاحظ السلسله واللعب الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، الوحده غير، لكن نتمنى بان يكون ايضا في السنه القادمه ان شاء الله، في الموسم القادم تسديده. يا سلام يا حارس يا احمد يا عباس، احمد ابن محمد عباس ابن الوز، حارس مثل اباه. يا سلام على التمريره الخاطئه من نسيم شويخان، لكن في خطا. جاسم يعود، والمبارك موجود، وخروج المبارك، ونزول من اكيد صادق. هذا صادق السبع، هو السبع يذكرنا بعباس السبع، لاعب مع الخليج ومن اللاعبين المميزين. يا سلام يا هاني ابن الكاتب والصحفي، هاني الباشا، محمد هاني الى حسين المحسن الى جاسم، تقاطعات، تغيير اللعب، دفاع متقدم، لعبها للجنوح يا شويخات، ولكن برافو نواف موجود، ونواف يتحرك، والمطيري موجود، والحراسه رغم غياب عمران البرقاوي، عمران اللاعب والحارس الفذني نادي الوحده، الى انه نواف موجود. تلعب، يا سلام على الصغار المولد، لكن نجاح من احمد عباس. جاسم فاست بريك، لعبها الله 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 الله، ضاع، الاستعجال موجود، ولكن الحارس يرهب نواف البطيري. الخليج مدرسه، والوحده مدرسه، نجوم في الوحده ونجوم في الخليج، نرفع لهم القبعه. نتذكر ايام الثمانينات والتسعينات، الخليج 14 لقب، الوحده لقبين، وبالتالي الكره تعود. هنا خطا لمصلحه الخليج، حسين المحسن لعبها لمحمد هاني، يا سلام على التمرير، والمبارك يا مبارك يا مبارك يا المبارك يسجل، حسن المبارك يسجل، وبالتالي النتيجة هناك في جدة 23 مقابل 14، 23 مقابل 14، وقت مستقطع لنادي الوحدة. والله أنا أشوف يعني حقيقة بادرة جميلة لما نشوف رؤساء الأندية يذهبون مع الألعاب في كل مكان في مملكتنا الحبيبة. نشاهد الأهلي هناك أيضا إداريتهم ورؤساء الأندية، نشاهد النور موجود، الخليج موجود، وبالتالي حقيقة بادرة جميلة من رؤساء الأندية لما يذهبون مع لعبتهم، تشجيع اللاعبين والوقوف معهم من قرب. وبالتالي شكرا حقيقة من الأعماق لكل رؤساء الأندية في مملكتنا الحبيبة، ونبارك أيضا للتفوق للجائزة للرئيس، وأيضا للأستاذ حسين العبقري بالتفوق في الفوز بالجائزة التميز في مملكتنا الحبيبة. تلعب الكرة لمصلحة الوحدة، سلسلة اللعب، تقدم الدفاع، وبالتالي هنا خطأ لمصلحة الوحدة. مباراة جميلة رغم التفوق 20 مقابل 17 وتعال انتعش. وليد جوهر يذكرني، وتحدثت عن لعيبة الأهلي وعن لعيبة الخليج والنور، عبد العظيم عليوات، علي عليوات، هناك ايضا قاسم وجاسم، محمد جاسم، وايضا هناك ايضا فاضل عباس، فاضل آل سعيد. سقوط وسلامات لجاسم، وبالتالي خطأ لمصلحة الخليج. سلامات، اعتذار جميل وروح رياضية عالية جميلة لدى
لاعب نادي الوحده يعتذر لجاسم، سلامات لجاسم المحترف من مملكه البحرين. شوف الاعتذار من ترك البيض، وهذه اللقطه وضحت. شكرا لمخرجنا. شوف يقول ما انا قاصد. يعجبني اللاعب اللي يعتذر واللي يقول والله مو قصدي، مو متعمد. هذا هو محمد هاني، اللاعب القادم للساحات الرياضيه. إذا إصابة، سلامات ونزول. هناك العلاج لنادي الخليج وأيضا الإداري المميز هنا سامي فضل ومجدي الزليزي. إذا يستمر اللعب. خروج جاسم ونزول محمد فراد. نتحدث عن لاعبين الترجي وعن الصفا. هنا يا سلام، برافو. وهنا ايضا هدف ياتي تحت الفرصه للدولي محمود تختة، يعطي فرصه جميله حقيقه. شكرا لاداريين الفرق. هناك ايضا الاستاذ سامي فضل اداري الخليج، وايضا الاستاذ عبد الله مسعود اداري الوحده اللي دائما يتواجدون ايضا. وبالتالي هنا الحكم يقول في مشي، ولكن في خطا قبل المشي بالكره لمصلحه الوحده. سامي فضل من اللاعبين المميزين لنادي الخليج اللي لعبوا وايضا مثلوا المنتخب، وبالتالي هو الان يقود الكتيبه الخلجاويه. اذا تسديده برافو ونجاح للاعب حارس احمد عباس. عود الكره فراد، هجمه سريعه يلعبها لشويخات والدخول من الجناح. الله يا شويخات، سجل، لعبها من الجناح اليمين وفي الزاويه البعيده، والابتسامه على لاعبين الخليج. 22-17. مباراه جميله رغم فارق الاهداف 5 أهداف، الى ان المباراه ما زالت حلوه، ما زالت فيها رونق جميل من الوحده اللي يجتهد بدون لاعب محترف يلعب. الوحده هذا الموسم بدون لاعب محترف، ورجال الوحده موجودين ان شاء الله وبرئاسه الاستاذ هاشم مرسي ان شاء الله. ورمي 7 أمتار في السنه القادمه ان شاء الله راح يكون هناك لاعب محترف في الوحده. نتمنى حتى يعود الوحده لمنصات التتويج. رمي 7 أمتار لمصلحه الوحده. الله، يسجل الخبرة، يسجل اللاعب المميز ونجوم فريق نادي الوحدة ترك البيض. هكا في العدالة يفوز على القادسية 23 مقابل 19. إلى الآن يتقدم العدالة 23-19 على القادسية. خطأ لمصلحة الخليج. مباراة جميلة إلى الآن تلعب. فراد، محمد هاني، ولكن خطأ لهاني، خطأ لهاني الخليج. وبالتالي هناك أيضا في هذا هزازي اللاعب رقم 11 الواضح في الشاشة، والحكم محمود تختة. إذا في إيقاف. حسين المحسن، محمد هاني، حسين، سلسلة اللعب، تأني في إعداد الخطة، يسلم. الله، إفراد يسلل، إفراد يسلم، وبالتالي صادق السبع، سبع اسم على مسمى يسجل، يزيد الفارق 23 مقابل 18. إذا فارق ال5 أهداف إلى الآن. المدرب توجيهات من السباع ومن الكابتن محمود، الكابتن عادل، توجيهات صرخ هزازي العب، هزازي مرر، تلعب الكرة لهزازي إلى تركي، تغيير المراكز. عبد الرحمن
الى وليد الى عبد المجيد، لعبه مقطوعه ولكن في خطا، يشير طاقم التحكيمي الدولي سمير ومحمود تخته. تركي الى وليد في خطا، يقول حكم قبل الهدف في مشي بالكره، وفي خطا قبل المشي بالكره لمصلحه وليد. عبد الرحمن الى وليد، يحاول دفاع قوي من الخليج. الخليج ما زال يتقدم في دقيقتين. دقيقتين على محمد هاني الباشا، وبالتالي الآن هل يستفيد الوحدة من النقص العددي في هذا اللقاء؟ تركي البيض، عبد الرحمن مولد، وليد جوهر إلى تركي، هل يستفيد الوحدة الدفاع رغم النقص العددي إلى أن الدفاع، وبالتالي أيضا خطأ وفي رمية 7 أمتار يقول الحكم لأنه تجاوزه، وكان الدفاع في داخل المنطقة ال6 أمتار. في الإعادة ما أشوف فيها، ولكن قرار الحكم هو القريب سمير الدوسري. تركي البيض المتخصص رمية 7 أمتار، يا سلام، سجل على ابن حسن، سجل على الحارس أحمد، أو لا مش الحارس أحمد، هذا حسين المحسن يسجل على الحارس. حسين المحسن أيضا حارس، وحسين المحسن لاعب، والكرة إلى نجيب محمد عباس يلعبها للمبارك، ودفاع متقدم 4-2، مراقبة حسين المحسن ومحمد فراد. كان لعب كرة للخليج، حسين إلى فراد، يا سلام للمحسن، نقلات رغم الدفاع، ولكن الله ويا ابو سلام عليك يا نواف، حاول فيها نجيب العباس، وبالتالي كرة لمصلحة الوحدة. عبد المجيد الشاب القصير القادم بقوة، ولكن القائم بالمرصاد يتصدى للعبة الوحدة. 23-19، 4 أهداف خلجاوية، يا سلام. المبارك تضيع والتصدي من الحارس. كرة خروج حسن المبارك ونزول محمد المسكين. نسيم شويخات في صناعة اللعب، يتحول من الجناح، ولكن تمريرة جميلة. الله 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 الله، يا سلام عليك يا ولد يا فنان يا محمد فراد. من وين جت التمريرة؟ من نسيم شويخات. نسيم رتبها، صلحها، عدلها، وبالتالي أتى محمد فراد سجل على الطريقة السيهاتية الخلجاوية، وبالتالي هم يتابعون، يجلسون خلف الشاشات لمتابعة هذا اللقاء. ورغم أن الخليج في المركز الثاني والوحدة في المركز الثامن، مباراة يحتاجها الخليج. الله، حلوة منك يا وحداوي، ولا أحلى ولا أجمل منك يا حارس يا خلجاوي يا المحسن أو أحمد عباس. الله، خطأ لمصلحة الوحدة. مباراة جميلة رغم التفوق، ولكن هنا الإبداع يأتي والتحرك يأتي واللمسات تأتي. شوف الإعادة من مخرجنا المتألق، حاول فيها اللاعب الوحدة الزهراني، وبالتالي هنا خطأ لمصلحة الوحدة. مباراة حلوة جميلة. هناك أيضا في نقل لمباراة الهدى والابتسام، وأيضا في تمام الساعة 6 انتظرونا عبر القناة السعودية الرياضية مباراة تحقيق المصير من يدخل النخبة الترجي أو الصفا. هذه الإعادة للخطأ لمصلحة الوحدة. مباراة جميلة، نتحدث عن ترتيبات، عن هناك الاستعداد وأيضا انتظار للنخبة، أيضا خطأ وإشارة اللعب السلبي من الحكمين الدوليين سمير ومحمود. لما نقول الخليج المتعطش للبطولات، أول بطولة هذه الكرة خارج الملعب، أول بطولة حققها الخليج عام 93 اللي كان فيها الأهلي الثاني والعربي الثالث، وأول بطولة حققها الوحدة عام 2000
لما الوحدة الأول والأهلي الثاني والخليج الثالث. 2000 و2009 النور الثاني ومضر الثالث. اليوم غير، الوحدة وينه؟ بدون لاعب محترف موسم كامل ويبقى ويثبت في الدوري، ولكن رجال الوحدة موجودين. الله يا سلام عليك يا وحداوي يا زهراني، يسجل الهدف الجميل على الطريقة الوحداوية. شوفه 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 كيف لعبها كرة ساقطة، وبالتالي هنا نزول في الشباك. يسجل هذا اللاعب الأسمر الصغير الشاب هدف مميز للوحدة. إذا يقلل الفارق ل4 أهداف، 24 مقابل 20. سلسلة اللعب حسين المحسن، كرة خلجاوية إلى محمد هاني اللي يعود، ولكن الكرة تلامس القدم، ممنوع. والفاست بريك الفاست بريك الفاست بريك. سجل أيضا هذا اللاعب الشاب عبد المجيد شريف، يسجل هدف يقلل الفارق إلى 3 أهداف. 21 مباراة، يعني بدأ الوحدة يضغط، يتقدم دفاع 4-2. مراقبة المحسن ومراقبة محمد هاني، وفراد موجود المحترف التونسي. خروج تقاطعات في المراكز، تغيير المراكز. المحسن الله، وهنا مين اللي طلب الوقت المستقطع؟ هدف كانت سلسلة. عطني اياه يا مخرج، رجع لي الهجمة هذه، عطني اياه خلينا نشوفه. ربما استعجل فيها الكابتن عادل السباع. يعني شوف حسين المحسن ارتقى، لعبها مررها، وبالتالي كان جاهز لاعب الدائرة ان يسجل، ولكن الجرس طلب وقت مستقطع. راحت عليك يا الخليج الهجمة يا كابتن يا عادل. دائما ما يفعلونها المدربين، دائما ما شاهدناها. ربما هناك الحسرة. شوف هذه، شوف مخرجنا اعطانا اياها، ولكن هنا تايمينج وقت مستقطع، وبالتالي هنا نترككم مع اللقطات الجميلة. إذا نعود معكم أيها السادة متابعينا الكرام بعدما انتهى الوقت المستقطع الذي طلبه الكابتن عادل السباع من مملكة البحرين. هو من يقود الكتيبة الخلجاوية السيهاتية هنا في الشرايع، والنتيجة فارق 3 أهداف. تلعب الكرة حسين المحسن، دفاع متقدم، يتقدمون 3-3، وهنا لعبها، وهنا ديشنج على محمد هاني. إذا قرار الحكم سمير الدوسري يقول ديشنج على محمد هاني. تلعب كرة للوحدة، هذه الإعادة شوف فعلا، ولكن هنا أتركها للمحللين المختصين في التحكيم. دفاع 5-1. الخليج يتقدم أيضا على ترك البيض من حسن المبارك، لا مش ترك البيض، على عبد المجيد، على صانع اللعب عبد المجيد شريف اللي مدرب، يحول عبد المجيد في صانع اللعب والاختراق، يجيد هذا اللاعب الاختراق، وبالتالي خطأ لمصلحة الوحدة. الحكم يعيد الكرة إلى مكانها، وليد جوهر، وأيضا خطأ لمصلحة الوحدة. الاستعجال ربما موجود للوحدة، ولكن التأني. هنا تلعب كرة لعبد الرحمن المولد، عبد الرحمن بالشمال يسجل على الشمال على أحمد عباس، يقلل بعد ما كان الفارق 5 أهداف إلى 4-3، الآن إلى هدفين، 24-22. المسكين محمد هاني يعود إلى محمد فراد، حسين المحسن خطأ، وأيضا فيها دقيقتين، لأنه اللاعب كانت يده على وجه اللاعب، وبالتالي ممنوع في كرة اليد أن الكرة أو اللاعب يده تنزل على وجه اللاعب فيها إصابة. السيستم يقول، الرولز تقول، وبالتالي الكرة لمصلحة الخليج. هل يستفيد من النقص؟ حسين المحسن، فراد، لعب محمد هاني إلى الجناح المسكين. يا سلام يا نواف، برافو يا نواف، حلوة منك يا نواف، التصدي من هذا الحارس المطيري نواف، يا سلام عليك. الزهراني، ترك البيض يعود،
هذا اللاعب أقدم لاعب مع وليد جوهر من المميزين النجوم اللي لعبوا مع الوحدة. تلعب وليد دفاع تقدم. هل يستفيدون الخليج من النقص العددي في صفوف الوحدة؟ هزازي هز الملعب. إلى الآن ما شفنا هزازي سريعة، ولكن الحكم يقول لهم العبوا في المكان اللي خرجت منه أو اللي حدث فيه الخطأ. عبد الرحمن إلى تركي. الله يعينك يا تركي. يلعب رغم الإصابة. مصاب تركي يلعب. يقول تضحيتي من أجل النادي، من أجل هذه الفانيلة، وأنا ألعب للأحمر الوحداوي. تلعب عبد الرحمن المولد. عبد الرحمن وخطأ يصير الحكم. إذا دقائق معدودة على نهاية الشوط الثاني والتقدم لمصلحة الخليج. الديشنج والدخول الخاطئ. فاست بريك. هل يسجل؟ وشوف التمريرة وشويخات وبرافو. نواف يتألق، نواف يتحرك، نواف يكون حادث مانع والسد. وهنا يا سلام عليك يا فراد. ينجح محمد فراد المحترف. شوف التمريره، شوف السلسله، وشوف الارتقاء، ولعبها على يمينك يا نواف يا المطيري. حلوه برافو جميله، لعبه جميله حلوه. شوفها كيف. وبالتالي هنا تلعب الكره. دقيقه هناك 17. العداله 25 والعدالة 30 والقادسية 25. يعني مباراة ما زالت العدالة يتفوق بفارق ال5 أهداف، يبتعد على النزول. وإذا فاز المباراة في الجولة الأخيرة راح يكون العدالة، وهنا هدف يأتي بعيد ويضمن الثبات والثبوت في الدوري الممتاز. إذن هنا يتدخل المدرب. هذه اللقطة الجميلة للهدف لنسيم شويخات الجناح المبدع لدى نادي الخليج. حلوة. وقت مستقطع. توجيهات الكابتن عادل السباع وأيضا فاضل سامي فضل. دوري الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد غير، وعبر القناة السعودية غير، والكل ينتظر وتوجيهات. وهناك من يبتعد على المؤخرة. الدقيقة 22. العدالة 30 والقادسية 25. وهناك الهدى انتهت والابتسام. 34 الهدى والابتسام. باي باي. 28 أول الأندية أو الفرق النازلة لدوري الدرجة الأولى هو الابتسام. وهناك الأهلي والنور. شكرا للرحيلي حقيقة الأستاذ مهند اللي أيضا معانا أول بأول ويعطينا النتائج أول بأول. تابع النور. هناك 28 19. النور يتقدم على الأهلي في جدة. النور يقول لن أنهزم وسوف أخرج من الدوري، وهدف يأتي للوحدة بدون هزيمة. هي التاريخية، هي الأسطورة لدى النور إنه يخرج في هذا الدوري بدون هزيمة. الفريق اللي لم ينهزم ولا في مباراة في الدوري السعودي لكرة اليد، دوري الأمير فيصل بن فهد. النور 28 في الشوط الثاني. وهنا هدف يأتي محمد فراد التونسي. يسجل، يمتع، يعطي رونق. إذن هناك انتهت الهدى 34 للهدى و28 الابتسام. وهنا في مكة 27 الخليج مقابل 23 الوحدة. وبالتالي الابتسام أول الأندية اللي تودع دوري الممتاز، دوري الأمير فيصل بن فهد. والعدالة يتفوق ويتقدم على القادسية متبقي دقائق. العدالة الآن 32 والقادسية 27. وبالتالي هنا يا سلام هدف يأتي للوحدة. يسجل وليد جوهر. النور يتقدم على الأهلي 28 19. وبالتالي النور
يعلن التحدي بدون هزيمة في هذا الموسم في دوري الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد. تلعب سلسلة، كرة جميلة، تقاطعات، تقدم، مراقبة حسين المحسن، تقدم على خط التسعة محمد المسكين، الله يتسبع ولكن صادق، والحارس نواف موجود. شوف التقدم، شوف الآن التحرك، هذا اللاعب وهنا في مخالفة المشي على اللاعب مروان المولد. يشير الحكم الدولي سمير الدوسري. إذن 27 الخليج مقابل 24 الوحدة، وخير خير 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 خير، مباريات غير، دوري غير. وهناك أيضا الجولة الأخيرة في حالة فوز العدالة راح يواجه الوحدة، مباراة مفصلية. الله، برافو، لعبها محمد هاني المميز، وبالتالي يتألق نواف يبعد الكرة لخارج الملعب لمصلحة الخليج. يفلع إشارة اللعب السلبي محمد فراد، مقطوعة، فاست بريك من عبد المجيد يسجل. إذا أيها السادة متابعينا الكرام، هنا تنتهي المباراة بفوز الخليج 27 مقابل 25. إذا ألف مبروك للخليج وهارد لك للوحدة اللي قدم مباراة جميلة. إذا هناك مباراة مفصلية بين العدالة والوحدة، اللي يفوز إذا فاز العدالة يبقى، وإذا انهزم راح يودع. إذا شكرا لطاقم العمل المتواجد معنا، شكرا للأستاذ مهدي المزارقة، شكرا للأستاذ سعيد اليامي، شكرا للأستاذ البصيلان، وأيضا للأستاذ فهد السبيعي، وإلى الدكتور صالح. وأيضا إن شاء الله نلقاكم في مباراة قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل المتواجد معنا في عربة النقل هنا في صالة الشرايع. نلقاكم إن شاء الله في مباراة قادمة. إلى اللقاء ومع السلامة.